مساء الخير يا ولاد. انا مش هقول لكم تعملوا ايه عشان تخلي البنات تحبكم. احنا ممكن نلعبها بالعكس، هقول لكم ما تعملوش ايه علشان ما تطفشهمش. طبعا احنا مش خبراء، احنا بنهس بس في كلامنا ممكن يبقى فيه لوجيك وهنشيره معاكم، مع ان انتوا ما تستاهلوش. حاجات في شكلك في مظهرك لازم تبطل تعملها لو انت عايز بنات. انا مع الموضه وكل حاجه، بس لما تلبس بنطلون اضيق من بنطلون صاحبتك اكيد في حاجه غلط. هي وبقيه الناس كلها هيتساءلوا طب انت بتحط بضنك فين؟ معلش نبقى عارفين، ادينا افكار يا اخي. الشنب المسنتح ده اللي هو الرفيع الملزق ده، ما اعتقدش انه بيشد البنات قوي. التيشيرتات اللونج دي اللي هي ميني سكيرتس، اللي هي البادي الكارينا اللي بيتلبس ده دلوقتي، ما فهمتهاش. فاحنا كده اوفيشلي بنلبس فساتين. طبعا النظافة الشخصية، يعني لو ريحتك عرق، لو ريحة بقك وحشة، اعتقد سهل ان انت تنضف. لو انت بتلبس شورت قماش على صندل بشراب، انتحر وما تتكلمش مع حد خالص، لا ولاد ولا بنات، ويا ريت ما تكملش الفيديو ده اصلا. بجد بزعل لما بشوف شاب زي الورد لابس كروكس، توكة الحزام الكبيرة فشخ دي اللي عاملة زي شنوط العربيات. التوكة دي مش بيس رجالة، مش حلوة ومش هتشد حد خالص، شكلها فضيحة. برضو العضلات الكتير بقى اللي هي فاهم الوحش ده، البنات مش بتحبه. انا بقول لك ان البنات مش بتحبه. ده غير بقى ان الولد المعضل ده معروف انه بيتخانق وعصبي وفاير وبتاع، ومش حاجه يعني حاجه وحشه للمجتمع كله. طبعا لو انت وزنك زياده قوي نخس، يعني لو مشكلتك مشكله غدد وكده فطبعا نتعالج وربنا يقومك بالسلامه. بس لو انت مفجوع وتخين وكسول، لو سمحت كل اقل، اتمرن اكتر علشان صحتك قبل اي حاجه. لو عايز يعني ايه تشد اي بنت ناحيتك. في رجاله يحبوا البنات التخينه، بس مفيش بنات بتحب الرجاله التخينه. يعني في ناس هتقول لك انا عايز بنت تخينه كده وملزلزه كده نعرف نمسك وبتاع. ما شفتش بنت بتقول الله نفسي في ولد قلبوز امسكه من كل حته كده. doesn't exist mate. الشاب البوهيمي الفنان المغمور اللي ضربه السلك ومش فارق معاه الحياة ومش فارق معاه اللبس، مش فارق معاه الحموم، مش فارق معاه حاجة. المفروض مش فارق مع بنات برضه، لكن لو حابب شوية أكشن نستحمى. مش عيب إن احنا يبقى عندنا طقمين 3 بنغير فيهم. الكلام اللي جاي ده ما تقولوش خالص، أنا بتوه لما ببص في عينك. ادمت قوي يا كابتن. هو انا مضايقك؟ لو حاسه ان انا متقل عليكي قولي لي. يا ترى وانا بزعجك لما بكلمك كتير؟ السكه دي معفنه وملزقه. هو انت تخنتي وطلع لك حبوب؟ انت فيرجن؟ مرتبك كام في الشهر؟ هي صاحبتك مصاحبه؟ ايه ده كان انتي، بس شكلك احلى في الصوره. احكي لي بقى، طفشتي جوزك القديم ازاي؟ انتي بتحبيني؟ لا بجد قولي لي انتي بتحبيني؟ والله لو انت حاسس ان البنت اللي انت بتحبها مش بتحبك زي الاول يبقى في مشكلة، والمشكلة دي مش هتتحل لو خدمت وكسكست. مش هتتحل، هي غالبا مش بتحبك زي الاول علشان انت طلعت خدام. معلش والنبي ادفعي النهارده عشان الكارت مش معايا، اصل معيش غير $1 النهارده، ممكن تدفعي لي؟ مهما كنت مريض في دماغك، ومهما كنت تخيلاتك الجنسية وايلد ورهيبة، خلي بالك في زلات اللسان وانت سخنان وتخرج وسط الكلام وتقول حاجات غريبة مش مفهومة ملهاش غير معنى جنسي غريب زيك، بتخلي الناس كلها تشمئز منك. ما تتكلمش على صاحبتك القديمة وحش. حاجة من الحاجات اللي أنا شخصيا ما بفهمهاش هي الطريقة اللي الناس بتعاكس بيها. لو انت لما تعاكس كده، لما مثلا البنت تبقى معدية وانت تروح عامل ايه ده، هي كده يعني ممكن اصلا تبص ناحيتك. انت كده اصلا انت عملت الحاجه الوحيده اللي هتخليها تنفر وتمشي. وفي فرق كبير ما بين ان انت تبقى شخص سكشوال وتبقى انت شخص
هيجان، وبيبان في نظرتك وفي لمستك وفي كلمتك وفي وقفتك وفي كل حاجة احنا عارفين. بس يا ريت ما توريهمش كده علشان ما تخوفهمش. ما ينفعش تغرقهم بالاتنشن الزيادة عن اللزوم، وما ينفعش عشان يعني فاكر ان انت كريم وحبوب ان انت طول الوقت يا حبيبتي عايزة ايه، اجيب لك ايه، تاكلي ايه، تشربي ايه، تركبي ايه، تعملي ايه. انسى الكلام ده، كلام فارغ. ده خنقة بنت وسخة ورخص، ومش هتكسب ومش هتجيب البنت. ممكن تصرف عليها كتير، ممكن بقى لو هي شافت فيك بقى الانجل دي تحلبك. ما تبقاش سلبي زيادة عن اللزوم، اللي هو اللي بتقرر تاكل فين ولا تشرب فين ولا تنزل امتى ولا تعمل ايه، ومش فارق معاك، تحت امرك يا حبيبتي اللي انت عايزاه يا حبيبتي، مش فارق انا ومعاكي انا وراكي. صاحبك بيعاكسني يا حبيبتي يمكن هيجان. فكل فين وفين كده حسسها ان انت بتعمل قرار في حاجة يا اخي، حتى لو انت مش فارقة معاك حسسها ان انت بتعمل قرار في حاجة. والشاب اللي بقى المزدنين بقى، اللي هو يعني اللي ما جابتوش ولادة بقى، الولد اللي هو بيقف بس يبقى شكله جميل وأمور ومسبسب وشعره حلو ولابس حلو فاهم، بيبتسم للناس والبنات بتتشد له بتبص له، بس هو صنم، هو واقف انت مانيكان يا ابني ولا ايه؟ لا هو واقف. انا فاكر ان الناس كلها هتيجي تتكلم معاه، لا هي هتيجي تتكلم معاه سنة زي القمر يهبل. طبعا ودي قله قليله بس موجوده. ما تتكلمش زي البيبيهات، لا راجل شحط ملو هدومك وبتتكلم بيه كده. اتس فيري فريكي، مرعبه. الولاد اللي ما بتقدرش تفصل ما بين التهريج والرزاله وقله الادب والغتاتة. يعني في اللي هو الشاب اللي هو طول الوقت كده. في منكم بيضحكوا وفي كتير بضان. لو انت متخيل انك هتقعد مع بنت وهتفتح مثلا مواضيع السياسة في الشرق الاوسط، ازاي بيستخرجوا اليورانيوم او ازاي بيكرروا مية البحر المالح، لو دخلت الدخلة دي ربنا يكون في عونك. يعني يا ريت لو حد عضلاته كده ما يتعرضليش، علشان يعني مش هعمل معاه حاجة وهيبقى شكلي وحش. بس انا مش هسكت.